عامله ايه دلوقتي يا ريناس؟ الحمد لله يا ابله ريم. طب يلا قومي معايا بقى نرتب الاوضه، علشان عم حسن كلمني السمسار وقال لي ان هو هيجيب البنت اللي هتأجر الاوضه. يعني برضه عملت اللي في دماغك يا ابله ريهام؟ اعمل ايه بس يا حبيبتي؟ معاش بابا بيقضينا بالعافيه، وانتي محتاجه فلوس كتيره جدا عشان العلاج، فقلت اجر الاوضه. افرض البنت اللي جت دي حراميه ولا حاجه؟ لا انا عارفه عم حسن السمسار لا يمكن يجيب بنت كده ولا كده. انا جبت لك البنت اللي قلت لك عليها، بس مشكلتها ان هي خالصه. احسن عشان ما تعملناش دوشه. عيب يا ريناس كده. طب دي هنتعامل معاها ازاي يا استاذ حسن؟ بالاشاره بقى، ولا ادوها ورقه تكتب لكم هي هتديكوا شهر مقدم وبعد كده هتمشي اخر الشهر. مفيش اي مشكله يا عم حسن. خديها بقى يا ريهام يا بنتي، وريها اوضتها. دي بقى الاوضه بتاعتك. انت فاهماني ولا ايه حكايتك انت؟ على العموم دي الاوضه بتاعتك، خدي راحتك فيها. ايه ده؟ كل ده شنب؟ انا مربيه من 20 سنه. طب بتاكله ايه عشان يكبر؟ هو كده لوحده مش بياكل حاجه. وانا ينفع يبقى عندي شنب كبير زيك؟ لا صعب دي، وبعدين مصر كلها ما فيهاش شنب زي شنب. ايه يا عم حسن؟ امورينا يا ست البنات. انت ضامن البت دي يا عم حسن؟ اصل انا قلقانه منها وحاسه كده ان هي مريبه. اطمني خالص يا ست البنات، ده قريبة واحد من المنطقة من عندنا، هو قال لي هي هتقعد شهر وبعد كده هتمشي، وبعدين انت مش خدت الشهر يا ست الكل خلاص. طب خلاص يا عم حسن، بس والنبي لو احتجتك في اي حاجه تجيلي بسرعه. عينيا يا ست الكل، انت اي حاجة تأمري اديني بس رنة وانا هتلاقيني جايلك زي الرهوان. سلام عليكم يا ست الكل. وعليكم السلام. بتاع دي خنقتني يا ساتر. بس الحمد لله لقيت مكان استخبى فيه من الشرطه. البنتين اللي بره دول شكلهم هبل خالص، الواحد هيعرف يضحك عليهم. بقول لك يا ريماس، البنت اللي جوه دي على طول قاعده لوحدها كده، ما بتجيش تقعد معاها، ولما تيجي تنزل تجيب اكلها وتدخل برضه اوضتها وتقفل عليها. والله يا ابله ريهام انا بخاف منها. هقول لك احنا ملناش دعوه بيها، هي كده كده مأجره الشقه شهر واحد وهتمشي. احسن برضه. مالك يا ريماس؟ جنبي بيوجعني قوي يا اب، بقالي كام يوم تعبانه ما رضيتش اقولك عشان ما تقلقيش. حبيبتي الف سلام عليكي، هقوم اعمل لك حاجه دافيه تشربيها. الحقوني. ريماس ريماس مالك يا ريماس؟ مالك يا حبيبتي؟ مش قادره هموت. هعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ الحقوني، اختي تعبانه قوي بتموت، الحقيني الحقيني. اختك مالها؟ ايه ده؟ انت مين وبتعمل ايه هنا؟ مش وقته دلوقتي، يلا بينا بس نلحق اختك ونوديها للدكتور، وبعد كده هقول لك على كل حاجه. انا هجهز هدومي وجاي معاكي. الحمد لله ان احنا اطمنا على اختك. انا هدخلها جوه وارجع لك تاني. انت لازم بقى تقولي حكايتك بالظبط وتقولي انت مين. انا هقول لك كل حاجه. انا اصلا من الصعيد، وابن عمي قاتل واحد من عيله كبيره هناك، وهم عايزين ياخدوا ثارهم مني عشان انا يعني متعلم وكده وفاهم، فانا هربت منهم وكلها الشهر ده وهسافر بره مصر. ارجوكي ساعديني. بس لو حد عرف ان معانا راجل غريب في الشقه هيحصل لنا مشكله. وهيعرفوا منين؟ انت ناسي ان انا بنت منقبه وخارصه كمان. صح، عندك حق، ما تخافش، محدش هيعرف يوصلك، وان شاء الله تسافر وتهرب منهم. يا رب. بعد اذنك بقى هدخل اوضتي. انا متشكره على اللي انت عملته معايا والفلوس اللي انت دفعتها عند الدكتور. شكرا على واجب. مش عايزك تقلقي من اي حاجه خالص، حتى فلوس العمليه بتاعت اختك هتصرف لك فيها. بعد اذنك. انا عرفتك وعرفت كل
حاجة عنه. عرفت ايه؟ عرفت الالكتر وهربان من الناس اللي هيموتوه. برافو عليكي، بس اوعى تقولي لحد بقى. ليه انت فاكرنا عيالة؟ بس بقى يا ريميس خليه ياكل، معلش اصلها شقيه شويه. ما كفايه لعب بقى يا ريميس ونامي شويه. بتفرج على الصور على الفيس. مش الصورة دي قبل رهان بتاعت الراجل اللي عايش معانا هنا؟ وريني كده. هو ماهر ابو العزم الشهير بماهر المصري قام ببعض العمليات التفجيريه في بعض اكمنه الشرطه والجيش. يا ليله سودا، انت طلعت ارهابي، انا هبلغ عنك البوليس. تبقى خلاص هو خلص عليكي. انا مش خايفه منك. لازم تخافي عشان انا مش لوحدي، انا ورايا ناس كتير. اقسم بالله لو بلغت البوليس ولا حسيت باي غدر منك لخلص عليك انت واختك. وبعدين لازم تعقلي وتهدي كده عشان انا ناوي اجيب لك فلوس عمليه اختك. ده مجرم يا ابو الرهان، لازم نبلغ عنه البوليس. لا يا ريميس، انا خايفه عليكي، وبعدين هو قال لي ممكن يتصرف في فلوس العمليه بتاعته. مش عايزة فلوس منه، ده مجرم ولازم يتقبض عليه. انا عندي فكره، انا اكلم عم حسن وهو يتصرف، مش هو اللي جابه هنا. بقى هي الحكايه كده، وراجل عمال يقول لي دي قريبتي ومش قريبتي، والله لو اديهم في داهيه كلهم. اهلا قديمه، العب غيرها، خليك راجل واقلع النقاب ووريني نفسك. لو فكرت تعمل حاجه هخلص عليكم كلكم. الكلام ده لو انت راجل، انما انت مش راجل، تعمل عملتك وتتدارى ورا النقاب. يالا انا هعرفك من هو المرة. دول سيد الرجاله يالا، مش النسوان اللي زيك. الحمد لله، كابوس ونزاح. الحمد لله البوليس قبض على الراجل وكل الناس اللي بيساعدوه. ربنا ينتقم من كل واحد بيقتل ولاد البلد دي غدر. يا رب. صحيح بقى، اختك هتعمل عمليه على حساب الدوله في مستشفيات الجيش. الحمد لله. الحمد لله، شفتي جت من عند ربنا اهو.